من العجيب الغريب أنه ابن نبي وهو ابن نوح ينحرف ولا يركب السفينة. الأعجب من ذلك أن امرأة تعيش في وسط مملوء كفر ومملوء ظلم مثل بيت فرعون اللي هي آسيا بنت مزاحم، لكنها ترفض كل هاي الأبهة، كل هاي العظمة، وتقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. كانت زوجة الإله بتعبيرهم، وزوجة الإله أيضا آلهة، لكن تركت كل شيء وتبعت موسى. هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن الواقع السيء، أن الواقع المنحرف وكثرة دعاوى الانحرافات هذا مو مبرر الانحراف أبدا. الله تعالى أعطى لهذا الإنسان أدوات وسلحه بالفطرة السليمة والعقل، سلحه بكل ما ينجيه ويهديه الطريق. في الوقت اللي آسيا بنت مزاحم رغم كل دواعي الانحراف لكن ترجع إلى الله تعالى، لكن ابن نوح اللي هو ابن نبي ينحرف. إذن القضية مو بالضرورة الواقع ما يوفر مبرر الانحراف، وأيضا الواقع الجيد ما يلزم أن يطلع الإنسان وضع جيد.